عارف ايه اصعب حاجة اكتر من الوجع؟ انك تتعود عليه، لا وكمان تحبه. واكتر ناس بتتأذى هم اللي مقتنعين انهم ضحايا على طول. ساعات كده بنقعد نقابل ناس دايما بتحكي عن مشاكلها وعن تعبها وعن الناس اللي خذلتها في حياتها، تحس كده ان هم حولوا نفسهم لصوت واحد بيقول انا ضحية. وطبعا التعاطف بيجي في الاول، بس مع الوقت بقى الناس بتبعد، مش لانها قاسية لكن لان التكرار بيخلي الألم نفسه يفقد معناه. عاوز اقولك على حاجة مهمة، في فرق كبير قوي بين انك تتألم وبين انك تختار تعيش جوه الألم. يعني في فرق ما بين الشخص اللي بيتوجع ورغم وجعه ده بيحاول يقوم ويحاول يكمل وبيحاول يخرج من اللي هو فيه بأي شكل من الأشكال، وما بين شخص استسلم وقال لنفسه أنا كده ودي نهايتي. انت عارف المشكلة لما تلبس دور الضحية انت بتفقد قدرتك على التغيير تماما، لانك طول الوقت مستني حد يجي ينقذك، مستني حد ياخد بايدك. لكن الحقيقة بقى ان محدش هيحس بيك قدك، ومحدش هيعرف يشيلك من وجعك غيرك، محدش يعرف يساعد حد لسه متمسك بألم ولسه شايف ان مفيش حل. انا عاوزك تكون فاكر دايما اللي هينقذك مش انك تلف على الناس وتحكي همومك ومشاكلك، اللي هينقذك بجد انك تقف حتى لو لوحدك، بس تقرر انك مش هتفضل هنا. ودايما خليك واعي ان الناس ممكن تسمعك بس مفيش حد هيعيش مكانك. وجعك ده مش نهاية، بس استمرارك فيه باختيارك، يا تكسره يا اما يفضل معاك العمر كله.